هقولك على حاجة بسيطة أوي تعمليها. انت هتجيبي طاسة زي دي وتحطي فيها معلقتين زيت وتشوحيهم تشويحة بسيطة كده يدوب يسخنوا، وبعدين تحطي فيهم فص توم متقطع بالشكل ده، ويا دوب تشم ريحة التوم ويكون عندك بطاطس مشوية. تجيبي بطاطس الحبة الكبيرة وتغسليها كويس أوي أوي وتشويها في الفرن زي البطاطا بالظبط، وبعدين بتطلعي وتقطعي كده طرنشات وبتحطيها في الطاسة، وبعدين بنحط عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة، وكمان كزبرة خضراء، يعني بنحط كزبرة ناشفة وكزبرة خضراء. تقلبيهم بقى بعض شوية كده لحد ما تسخن كويس قوي قوي قوي. بعد كده بتهرسيها بالشوكة وبيطلع معاكي أحلى طبق بطاطس. ممكن تاكليه للدايت وممكن تقدميه مع أي وجبة، بيكون حلو جدا. بما إن احنا داخلين إن شاء الله على رمضان، ممكن تقدمي في السحور، بيبقى حلو جدا جدا جدا. شفتي النهارده انا كنت مقدماه مع ايه؟ مع لحمه انتركوت، رز بشعريه، وكمان كنت عامله جنبه طبق سلطه حلو قوي. وعلى فكره لو بتعملي دايت مش لازم تقدمي معاه رز، ممكن تاكلي طبق السلطه مع اللحمه مع البطاطس المشويه، فظيعه وطعمها هيجنن. احنا في مصر بنسميها بطاطس، واعتقد في دول عربيه كتير بتسميها بطاطا. بطاطا او بطاطس، المهم ان هي في كل الاحوال طعمها جميل وحلوة ومغذية جدا كمان، وبتصد معاكي في الدايت وفي الشتاء ده. وباي باي.